وائل جمعة يفتح النار على لاعبي الأهلي. لا أصدق ما رأيته أمام الترجي. تحدث وائل جمعة النجم الأهلي السابق عن خسارة الأحمر أمام الترجي الرياضي التونسي ووداع دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي. وقال وائل جمعة عبر قناة بي أن سبورتس: قبل أي شيء مبروك للترجي فوزه على الأهلي ذهابا وعودة وكتابة تاريخ جديد بفضل لاعبيه الحاليين. وأضاف: في السابق ذكرت عدة أسباب أوصلت الأهلي إلى هذه الحالة، وهي منظومة كاملة من الأخطاء الإدارية والفنية بالإضافة إلى اللاعبين، فكل طرف له دور فيما وصلنا إليه. لا أستطيع تصديق الفارق الكبير بين الشوط الأول والثاني وكم الأخطاء الفنية وجودة اللاعبين والأخطاء الإدارية في التعاقد مع لاعبين. وواصل: المهاجم الذي يسجل من أنصاف الفرص يكون غاليا، ولذلك فإن إهدار الفرص بالشكل الحالي أمر غير مقبول، ولا أستطيع تصديق رد فعل اللاعبين والخذلان الذي شاهدناه في الشوط الثاني. هذا خروج لا يليق بهم ويعكس المرحلة الحالية وما يحدث فيها. وتابع: اللوم يقع على اللاعبين بالكامل وليس على الدفاع فقط. هناك تراجع بدني كبير جدا وأخطاء في التمرير وعدم القيام بالواجبات الدفاعية، وكل هذه الأخطاء موجودة منذ بداية الموسم. وما حدث في المباراة الحالية يؤكد المستوى المتواضع للاعبين هذا الموسم. واستكمل: الخروج قد يكون في صالح الأهلي، لكن لا أتمنى الخروج من أي بطولة. قميص الأهلي غال وعزيز، وأتمنى عودة اللاعبين لصوابهم والتواصل، وتعلم أن الجمهور ينتظر منهم الكثير.